السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من معرض النصر سمارت هوم. مع حضراتكم مهندس جمال نور الدين. والنهاردة هنتكلم عن منتج من إنتاجنا، وهو بوردة السلم البيانو. واحنا راعينا فيها الجودة والسهولة في البرمجة والاستقرار. وكمان راعينا اللي احنا ما نقيدش العميل بنوع ليد معين يحطه على درجات السلم بتاعته، ولكن ممكن يحط اي ليد هو عايز يحطه بأي وات هو محتاجه. وعشان كده احنا ما التزمناش اللي احنا نحط لك باور سبلاي، لان انك نحط باور سبلاي في قلب البوردة ده معظم الفنيين بيبدأوا يوصلوا عليه، وأكيد مش هيكون كافي إنه يلبي طلبات السلم ككل. لو بصينا على البوردة بتاعتنا هنلاقيها مصنوعة من خامات محترمة جدا، وراعينا في الكونكتورز بتاع الأطراف السالبة لدرجات السلم إن هي تكون من نوعية محترمة. وكمان البرمجة عندنا بتكون من خلال بوش بوتون مصاحبه ليدات لبيان خطوات البرمجة. الاتنين بوش بوتون اللي في الوسط دول واحد مكتوب عليه بروجرام والتاني مكتوب عليه ست. البروجرام بنضغط عليه وبعدين نظبط الاعداد بتاعنا من الست، والاتنين بوش بوتون اللي في الاطراف دول علشان نعمل بيهم تيست بعد ما بنخلص الاعداد بتاع البوردة بتاعتنا بدون ما بنوصل اي حساسات. وده بيساعدنا ان احنا نخلي اعداداتنا اكوريت وكل شيء تمام، ونبدأ نوصل حساساتنا ونجرب تجربة فعلية بعد ما بنخلص. البوردة بتاعتنا فيها عدة مميزات مش موجودة في بوردة تانية. لو بصينا هنا على الفولتج ريجوليتور هنلاقيه من النوع الديجيتال، والفولتج ريجوليتور ده غالي جدا، ولكن احنا زي ما قلنا قبل كده عايزين بنسعى ان احنا نعمل افضل منتج باقل تكلفة للعميل. ولكن لو بصينا هنا على الفولتج ريجوليتور بتاعنا اللي هو من النوع الديجيتال بنلاقيه ما بيسخنش خالص مع الاستخدام، يعني ممكن يكاد يكون ورم. الفولتج ريجوليتورز الاخرى بتبقى سخنه جدا، وده بيأثر طبعا على اداء البوردة. لو بصينا على الكومبوننت المستخدمه او الالكترونيكس في البوردة بتاعتنا بنلاقيها من ماتيريال محترم جدا. كمان عندنا هنا قسمنا الروزتات شمال ويمين. الروزتة اللي تحت 3 أطراف للحساسات، الحساس اللي هو أب العالي اللي هو في أعلى درجة، وجنبه عملنا روزتة تانية 2 طرف بحيث ممكن نعمل زر جرس لو حصل أي حاجة لا قدر الله في الحساس فما بنعطلش بنقدر ندوس على زر جرس بحيث يدينا السيكونس بتاع السلم بتاعنا. وفي الطرف الآخر عملنا روزيتا للحساس السفلي وجنبه روزيتا ثنائية أخرى لزر الجرس السفلي كحاجة للطوارئ لو احنا حبينا نعملها، ما حبيناش مش مهم. كمان استخدمنا بوردة أردوينو متحركة بحيث ما تبقاش بيلت إن، عشان لو حصل أي مشكلة فيما بعد نقدر نستبدلها بسهولة. كمان راعينا هنا الحمايات، حطينا فيوز عشان يحمي عندنا البوردة لو حصل أي شورت. كمان عملنا حمايات للدخل بتاعنا اللي هو الفولت دي سي من الخطأ في البولاريتي. فلو حصل وحد وصل سالب مكان الموجب فمش هيحصل أي مشكلة، ولكن يقدر يتدارك الأمر إن يعدل البولاريتي بتاعته. كمان الموسفيت بتاعنا من نوع بيستحمل أمبير عالي جدا، ومن أفضل الشركات الصينية.
والداتا شيت بتاعته بتقول ان هو اعلى مبيعات في الصين. كمان لو بصينا على المسارات بتاعة الأزير في البوردة بنلاقيها مسارات كبيرة عشان العمر الطويل والصيانة تكون أسهل. كمان لو بصينا هنا هنلاقينا مزودين البوردة بأكثر من حماية عشان تلافي أي خطأ يحصل معانا أثناء التوصيل. لو بصينا للظهر البوردة هنلاقي المسارات بتاعتنا السكنس بتاعها كبير جدا أكتر من اللازم للبوردة، ولكن عشان تدينا عمر افتراضي طويل وجودة وسهولة في المسارات الأمبير اللي معانا. كذلك البوردة الخضراء اللي عليها الكومبوننت معمولة بسمك محترم جدا وماتيريال كويس من أجود الأنواع. عندنا هنا كمان ضفنا بعض الحاجات للبوردة بتاعتنا زي سبورت، ضفنا لها 4 سبورت بحيث تقدر تحطها في لوحة، تحطها على فليشر، على حائط، تحطها في أي مكان حضرتك محتاج تثبت البوردة فيه، يعني مش بنقيدك بحاجة معينة. كمان ضفنا للبوردة علبة فيوز منفصلة بحيث لو حبيت حضرتك تضيف أكتر من باور سبلاي فالكلام ده هيساعدك إنك تضيف الباور سبلاي بسهولة وبدون تعقيد زي ما هنشوف في الفيديو بتاع التوصيل. احنا هنروح نوصل البوردة بتاعتنا وهنبين لحضراتكم ازاي احنا ممكن نوصل على الفيوز بتاعنا اكتر من باور سبلاي، 1 أو 2 أو 3 على حسب احتياجنا. وموجود في المانيوال بتاعنا ازاي بنحسب الباور اللي احنا محتاجينه للسلم بتاعنا. فاحنا هنروح نوصل وهنرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا. قبل التوصيل هنشوف مكونات البوكس بتاعنا ايه. هنفتح البوكس بتاعنا هنلاقي عندنا هنا المانيوال، وان شاء الله هننزل البوردة بمانيوال عربي في كل اللي احنا محتاجينه. علبة الفيوز بتاعتنا، وعندنا هنا الحساسات، واحنا راعينا اللي احنا نجيب حساس محترم جدا استابيليتي فيه عالية، يعني هو مستقر في القرايات وهيريحنا جدا في الشغل. عندنا هنا الكيس اللي فيه البراكتس او السبورت بتاع البوردة بحيث نقدر نثبتها في اي مكان احنا عايزينه بكل سهولة ويسر. واخيرا عندنا البوردة بتاعتنا. هنشوف ازاي التوصيلات وهنرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا. وهنا نشوف هنا حضراتكم التوصيل. احنا هنا راعينا اللي احنا نحط 2 محول عشان نبين النقطة دي للناس. لو بصينا هنا هنلاقينا ده الطرف اللي AC، وصلنا النيوترال مع بعض، عملنا كوبري، وصلنا اللاين مع بعض وخدناهم على فيشة هنا. جينا للطرف اللي هو الدي سي اللي هيروح للسلم بتاعنا. هنلاقي هنا اللي احنا خدنا طرف موجب عشان تشغيل البوردة، حطيناه في الروزيتا بتاعة البوردة، والطرف الموجب يبقى 1 ملي. اما لو جينا للطرف السالب اللي احنا خدناه للبوردة بتاعتنا فلازم الطرف السالب بتاعنا يكون مناسب لعدد الدرجات اللي عندنا، وليكن 3 ملي
عشان احنا السوالب كلها بتيجي عندنا على الروزتات بتاعة البوردة، فلازم يبقى السكنس او السمك بتاع السلك السالب اللي جاي من الباور سبلاي رايح للبوردة يكون حجمه مناسب لعدد الدرجات اللي عندنا. كمان لو بصينا هنا هنلاقينا وحدنا السوالب، خدنا من المحول الاولاني سالب حطيناه على المحول الثاني وهو السالب اللي رايح للبوردة، ده في توصيل اكتر من محول. طيب لما نيجي للطرف الموجب، الاطراف الموجبة من المحول الاولاني والطرف الموجب من المحول الثاني، احنا هنا فرضنا جدلا اللي عندنا 20 درجة مثلا على سبيل المثال او 32 درجة، او زي ما احنا قايلين ان مثلا البوردة بتاعتنا 32، فاحنا هناخد 16 درجة على محول و16 درجة على محول. طيب هناخدهم ازاي؟ بنيجي من المحول الاولاني اهوت، المحول الاولاني اهو، وناخد الموجب بيبقى السمك بتاعه مناسب لعدد الدرجات اللي احنا هناخدها، وبنحطه على مسمار فيوز نمرة 1، وناخد كباري للثلاث مسامير اللي بعده، يبقى 4 مسامير هنا هناخدهم على أول 16 درجة. بنحط هنا 4 درجات، هنا 4 درجات، هنا 4 درجات، هنا 4 درجات. إذا احنا بناخد الدرجات الموجبة من السلم ونوصلها على الفيوزات هنا بتاعتنا في الطرف ده. ممكن نحط كل 4 درجات مع بعض او كل درجتين او كل 3، ما فيش مشاكل خالص. وبنيجي من الباور سبلاي التاني نحط على المسمار الفاضي اللي بعد اللي خدناهم دول، ونبدأ نعمل كباري على المسامير التانية ونوصل هنا الدرجات التانية الباقية من السلم بتاعنا. يبقى احنا هنا كده وصلنا كل الموجب بتاع السلم بتاعنا. هنا مش شرط الترتيب، هنا مش لازمنا الترتيب في حاجة خالص، ولكن لازمنا ان احنا ندي الاشاره الموجب بتاعه السلالم من هنا على طول، وبنقسمهم على علبه الفيوزات على حسب عدد الدرجات اللي عندنا، وبنراعي ان الاطراف الموجبه دي تبقى مناسبه للحمل، زي ما بنراعي الطرف السالب اللي رايح على البورده يبقى مناسب للحمل بتاعنا، لان السوالب بتاعتنا بتبقى كلها هنا. ديت 8 درجات. لو بصينا كده هنلاقي على سبيل المثال هنا ديت L1، يعني من اول درجة لهنا درجة 8، وهنا من درجة 9 لدرجة 16، وبعدين الروسيتا اللي بعدها من 17 ل 24، وهنا من 25 ل 32. إذا إحنا عندنا 32 درجة متقسمة على الروزتات، بناخدها بالترتيب من أول سلمة هنا على 1 وإحنا طالعين لحد العدد بتاعنا. هنلاقي نلاحظ عندنا هنا 2 روزتة جنب بعض، واحدة ثلاثية وواحدة ثنائية. الثلاثية دي بتاعة الحساس، والحساس بتاعنا من النوع اللي هو الانفراريد، نوع ممتاز جدا، والمدى بتاعه من نص سنتي لمتر و20 سنتي. عندنا هنا الأطراف بتتوصل ازاي. ده الحساس اللي فوق مكتوب على أب، وهنا الحساس اللي تحت مكتوب عليه داون. لو جينا على أطراف الحساسات بنلاقي مكتوب هنا 5 فولت، وهنا هتلاقيه جراوند، والأسود ده هو السيجنال. واحنا بنوصل الحساسات نراعي الطرف الأزرق هو الأرضي، والطرف البني هو ال5 فولت، والطرف الأسود هو السيجنال بتاعتنا. واحنا بنمد أسلاك الحساسات في الخرطوم يا ريت تبقى بنفس الألوان اللي احنا شايفينها على الحساس بتاعنا. ده الحساس بتاع الدرجة العالية على آخر درجة، وده الحساس بتاع درجة رقم 1 تحت.
مكتوب عليهم على البوردة، كل حاجة واضحة على البوردة. هنلاقي جنبهم هنا في روزتتين، روزتة هنا فيها 2 مسمار، وروزتة في الناحية التانية فيها 2 مسمار. احنا راعينا ان احنا نعمل الروزتة دي عشان ممكن اللي عايز يركب مفتاح جرس او زر جرس جنب الحساس على اللقمة اللي جنب لقمة الحساس على طول يركبها، بحيث لو حصل حاجة في الحساس ممكن نستخدم زر جرس في انه يدينا السيكونس بتاعنا بتاع السلم. هنشوف كده لو احنا لمسنا هنا كده السلم بدأ يشتغل زي ما نكون عملنا زر جرس. وانا مسرع الدرجات عشان الفيديو. شايفين حضراتكم لو احنا لمسنا الناحية التانية، لاحظوا معايا بدأ ينور من فوق لتحت وهيطفي من فوق لتحت زي ما انتم شايفين. طيب احنا كده شفنا التوصيلات، وهوريكم حاجة هنا ازاي احنا نظبط مسافة الحساس. لو بصينا هنا بنلاقي لمبة منورة عندنا، اللمبة دي بتبين ان الحساس بيقرأ. لو رفعناها لفوق كده على سبيل المثال طفت اهيت، لانها مش قارية حاجة، احنا ظابطين على مسافة قليلة. لو احنا قربناها كده عشان تبص للأرض فقرت معانا وبدأ السلم يشتغل. طيب احنا بنظبط المسافة دي منين؟ بنظبط المسافة ديت من هنا، فينا مسمار شايفينه اهوت، بنستخدم مفك مناسب، ولما بنلف مع عقارب الساعة بنزود المسافة، لما نلف عكس عقارب الساعة بنقلل المسافة. بنظبط المسافة بتاعتنا على قد درجة السلم اللي احنا عايزينها. ولو جينا نشوف احنا هنا بنبرمج ازاي، هنلاقي هنا عندنا زر مكتوب عليه بروجرام، لو دوسنا عليه دوسة واحدة بنقدر نختار عدد درجات السلم، وليكن هندوس على الست هنا بيبدأ لنا من 5 درجات: 6 7 8 9 10 11 12. هنختار مثلا وليكن 24 درجة اهو. بندوس تاني على البروجرام عشان نحدد التايم بتاع الستيب، هنزود التايم شوية، هندوس على زر الست هنزوده شوية، وهندوس على البروجرام تاني عشان نختار الزمن الثبات بعد اكتمال درجات السلم. دوسنا اهوت، دي الظبطة التالتة، وهنزود كده، وكده ظبطنا 3 حاجات ومعانا وقت. يعني الأزرار ما بت... مش مقيدنا بوقت، لا بندوس براحتنا وبنظبط براحتنا. فاحنا دلوقتي ظبطنا عدد الدرجات، ظبطنا زمن الستيب لكل درجة، بعد كده ظبطنا زمن الثبات بعد اكتمال السلم، وهندوس على زر البروجرام عشان البرمجة. يبقى كده سيفنا البرمجة وهنبدأ نعمل تيست. زي ما انتم شايفين السرعة قلت شوية لأن احنا زودنا التايم، وزمن الاكتمال برضو زاد شوية وهيبدأ يطفي. زي ما انتم شايفين بيطفي من آخر حساس لمسناه. لو احنا عملنا كده هنا وعملنا كده هنا فهيبدأ ينور من الجنبين ويلتقي في الوسط، وبعدين يبدأ يطفي زي ما احنا شايفين. بيطفي من آخر حساس لمسناه. هنحاول نزود عدد الدرجات، وهندوس على زر بروجرام 1 2 3. في هنا حاجة هقول لحضراتكم عليها، لو حد طالع بيبدأ ينور من تحت لفوق، وبعد ما يكتمل هياخد التايم بتاعه ويبدأ يطفي. لو أثناء ما هو بيطفي خلي بالكم كده هيطفي من تحت لفوق، حد بدأ يطلع تاني اهو فبيوقف السلم بيثبت ويبدأ يكمل. هنشوف العكس، لو هو بيطفي بالاتجاه وحد بدأ ينزل من فوق مثلا من الاتجاه المعاكس، شوف ايه اللي هيحصل. بدأ يطفي اهو، انا هنا حد نازل ثبت القرايات من فوق وبدأ معايا
يكمل مع الشخص اللي نازل زي ما حضراتكم شايفين. اذا السلم بوردة السلم بتاعنا بتقرا من الاتجاهين، وبتطفي من اخر حساس ناحيه اخر حساس حس بالحركه. وبنقدر نظبط التايم بتاعها زي ما احنا شفنا كده من الازرار ديت اللي هي البروجرام والست. وكمان بنقدر نعمل تيست من هنا، تيست من فوق لتحت. وبنقدر طبعا الكلام ده من غير ما بنوصل الحساسات بتاعتنا، بنقدر نعمل تيست من الزراير دي. وبنقدر نعمل تيست من تحت لفوق. اثناء التيست ممكن نشغل الحساس برضو بيشتغل معانا. في ملحوظة مهمة عايز اقول لحضراتكم عليها. لو احنا عندنا دورين هنركب عليهم بوردتين سلم، فالحساس بتاع نهاية الدور الاول وحساس بداية الدور الثاني نحاول بقدر الامكان ما نحطهمش في وش بعض، لان لو حطيناهم في وش بعض بيحصل ديفليكشن. هوري حضراتكم كده. لو احنا عملنا الحساس ده كده وده جبناه في وشه، شايف حضراتكم مع ان المسافة كبيرة ولكن بدأوا يقرم والقراية هتثبت مهما كانت المسافة بينهم. فأرجوكم وانتوا بتعملوا حاجة زي كده في الأدوار لما يبقى فيه بوردتين سلم، حاولوا تخلوا فيه شيفت أو فيه إزاحة بين كل حساس والآخر، يعني 30 سنتي بين ده وده، ما تخليهمش يواجهوا بعض. لأن أي نوع حساسات مهما كانت المسافة بينهم بعيدة وشهم في وش بعض فبيحصل حاجة اسمها ديفليكشن او نيوزي، يعني الاتنين بيأثروا على بعض لو هم في وش بعض. فلازم نعمل ازاحة بينهم من 25 ل 30 سنتي، ودي ملحوظة مهمة جدا لازم حضراتكم تخلوا بالكم منها. بتاعنا بيكون على سدادة، بنقدر نخرم السدادة بأي بنطة مناسبة للحساس، وبندخل الحساس في السدادة. وفي هنا صامولتين عشان نربط الحساس بتاعنا. هوريكم نربطه ازاي. بص حضراتكم، الحساس بيتربط كده بالظبط على اي سدادة تحط على علبة ماجيك زي ما حضراتكم شايفين. في صامولة بتيجي مع الحساس داخلية وصامولة خارجية، فبتربط بالشكل ده. وزي ما قلت لكم العدسات تبقى افقي ما تبقاش رأسي كده غلط، لازم تبقى العدسات افقي زي ما احنا هنشوف كده عشان تبان معانا. ايوه كده باينه معانا. العدسات بتكون افقي ما تتحطش رأسي كده. ونراعي ان ما بيبقاش فيه اي حساسين في وش بعض، ونراعي اللي ما يبقاش فيه حساسين في وش بعض. وبكده يبقى انتهينا من شرح البوردة بتاعتنا ال 32 درجة من النصر سمارت هوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.